نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وما نقصكم خير. كيف ما كتشوفوا معنا عندنا هنا كمايم ديال الجلابه مخدومين عرض بالطرز الرباطي، خدمناهم لون واحد طرز الرباطي والغرزه الفرنسيه او العقيدات. غادي نخدموا معكم ان شاء الله التطبيق او معنا الاخر. السلام عليكم. عندنا هنا الخيط على 4 شعرات كيف كتشوفوا. الناس اللي كتسقسي الخيط على شحال من شعره كنعملوه، نعملو على 4 شعرات كندخلوه في اليبره. وقت اللي كندخلوه في اليبره باش كنعقدوه مع بعضياتو من التحت كيولي لنا على 8 شعرات. حنا كنخدموا به حنا على 8 شعرات. اللي يبغي يخدم بالصبره يعني حتى هي كتعطي نتيجه زوينه، حتى هي كتجي زوينه. انا كنخدم بهذا الخيط هذا غالبا. انا هنا رشمه ديال كم جلابه غنخدموها بغرزه الحشو كيف ما كتشوفوا. قرب لكم الفيديو باش تجي الطريقه واضحه. كنضربوا الابره دائما برا الرشمه بميلي، ماشي بزاف، ماشي برا الرشمه بزاف، غير ميلي يعني لاصقه فيها باش الرشمه كتغطى ما كتبقاش كتبان لنا. وكنضربوا غرزه حتى اختها باش ما كنخليوش الفراغات، باش كتجينا الطريقه زوينه، زعما محبوكه بحال تقول مطروز بالماكينه، ما كيجيش ضربه في الشرق وضربه في الغرب كما كتشوفوا. يعني خصكم شويه الصبر، وبشويه بشويه الواحد اذا بغى يتعلم اكيد غادي يتعلم، يعني غير بشويه الصبر. هي ماشي شي حاجه صعيبه، حنا الحمد لله عندنا العقل وعندنا العينين. اذا خدمنا غير عقلنا وشويه صبرنا شي شويه الحاجه كتصدق لنا. كضرب ضربه هنا ضربه هنا. الابره كتحطها حدا الخيط، كتخرجها حدا الخيط، ماشي في نفس الثقبه ولكن حداها، ملاصقه معها باش كتجي الضربه ملاصقه مع بعضياتها. كيف ما كتشوفوا الطريقه كتجي زوينه، غير اذا عرفتي تخدم الطريقه، اذا عرفتي تضرب الغرزه صافي انت عرفتي كلشي. الطرز الرباطي هو غرزه الحشو، غرزه الحشو اذا عرفتي الطريقه ديالو صافي ما تبقاش تعمل فيه الديفو نهائيا. يعني خصك تشوف غير شي طرز الثوب اذا كنتي مبتدئه، كتشوف واحد طريقه الثوب وكتبقى تعمل فيه واحد الرشيمه وتبقى تعاودها وتعملها وتعاودها وتعملها دغيا في نهارك تولي كتقن هذا، كتقن الغرزه. كيف ما باين لنا هنا شتي دغيا غنخدم حتى معكم. انا ما جربتش الفيديو باش تبقى لكم الطريقه باينه. شتي لازم زوينه بحال الاخرين، يعني الطريقه اذا عرفتي تعملها غادي تعملها. هنا غادي نخدموا دابا هاد الكاروات هادو، خدمتهم معكم باش نلقاهم واجدين. شنو نعملوا؟ الغرزه الفرنسيه او العقيده كنضربوا 2 دورات كيف كتشوف. كتشبر الخيط هيدا كضرب 2 ضربات كتضرب الخيط في نفس البلاصه، نفس البلاصه اللي طلعتي منها الخيط كتضربه غير بشويش. ها شتي غير بشويش وكتخرج لك. خرجوا مره اخرى من بلاصه اخرى قريبه لينا، عاوتاني 2 ضربات 2 لويات وكتضرب في نفس البلاصه غير بشويه كتهبط. شتي هاد المثلث كنعملو فيه غير 3 وحنا ماشيين مهيدك 3 و3. كيجيو 3 مع بعضياتهم زوينين. نعمل معكم واحده اخرى.
جوج ضربات كتخرج في نفس البلاصه. نتمنى يكون الشرح واضح وباين. كنحاول ما امكن زعما نعمل لكم الضربه قريبه باش تبان لكم. جوج لويات وفي البلاصه كتدخل تولي تدخل الابره. شفتي كيفاش كيجيو. كنكملوا الكروات كاملين بهذه الطريقه، وهادو كلهم يعني غير غرزه الحشو ماشي شي حاجه حتى هما كنكملوهم بهذه الطريقه. هذا عندكم الجلابه، يعني الجلابه خدمه لها غير الكمايم ديالها، خادمينها في لون واحد، حيت القميص ديالها في هذا اللون التركيسه، هذيك شي خدمناها غير بالتركيسه. غنكملها وغادي ننزل لكم فوطو ديالها في الغلاف ديال الفيديو ان شاء الله، باش يبان لكم بان الطريقه ديالها كيفاش جات. شكرا لكم، نتمنى تكون واضحه عندكم. السلام عليكم. وهذه هي النهايه ديال الجلابه كيف ما وريتكم في البدايه، والصلاه والسلام على رسول الله. تحياتي لكم. ما تنساوناش من البصمه والبارطاج لتعم الفائده. شكرا للمشاهده.